السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا قصتنا هذا اليوم هو البيت المشهور اللي يقول: يا حمود يظهر لك صديق من القوم، يظهر لك من الربع الموالين عدوان. هذا بيت مشهور وأصبح بين الناس متداول، وهذا البيت يعود الرجل اسمه مفضي بن ولمان الأحمدي الحربي. صارت عليه قضية قتل قبل الحكم السعودي، وعجز عن دفع الجزية، ومن القل خاف على نفسه وجلا ورحل عن ديرته وعن ربعه باتجاه الشمال حتى وصل الجبل اسمه جبل رمان. قريب من الجبل قرية اسمها الصادعية لفخذ العيام من شمر. جاءهم ولا علمهم من يكون وش مشكلته، والعرب من أول ما ينشدون الجلاوي: وش عندك وش جابك. المهم انه قال انه يدور شغل، واشتغل عند ابن الأمير، وكان يرعى البل، وبالليل يسوي القهوة ببيت الأمير. وكان الأمير بنت اسمها رثعة ولها حلال. وبيوم من الأيام جتهم غارة، والأمير وأكثر ربعة ما هم موجودين. صاحت رثعة وفزعت الموجودين، وفزعوا وسمعوا مفضي الصياح وعند البل، وجاء فازع واخذ الفرس وركبها وهو يتعزوى ويقول: والله ما تكفي بها وانا الأحمدي، والله ما تكفي بها وانا الأحمدي. سمعت رثعة عزاوي مفضي ولحقهم وذبح اللي ذبح ورد الحلال، وجاب الخيل اللي ذبحهم مع الحلال واعطاهم رثعة ورجع للحلال. يوم الأمير جاء في الليل، جاء مفضي وقام يسوي القهوة مثل عادته، وكان الأمير وربعه يتسامرون ويتعللون. تبينت عليهم رثعة واستاذنت من أبوها أنها تدخل عندهم. سمح لها، ويوم دخلت قالت لأبوها: لي مطلوب. قالوا: ايش مطلوبك؟ نادت مفضي من عند الدلالة وجلسته جنب أبوها وصبت له الفنجال القهوة. وأبوها وربعه مستغربين من الشيء اللي سوته رثعة، ومبهرين ويناظرون لبعضهم. وقالت لمفضي: جاك الهوى مني بعشق من الراس، ولا عاد تبخل بروحك علي، يوم تبت العزوة ويوم يروي الكاس، يوم تخيب العزوة الأحمدية. وزادت غرابة أبوها وربعه، وقام مفضي ورد عليها في الحال وقال: مالي هوى. ورد عليها مفضي في الحال وقال: مالي هوى يا ابو ثمان كملماس، يا ابو خديد كنها النافعية، حالك على القرى وحالي على الياس، ومطول ما قضيت دينا علي، ماني من اللي همها البطن والباس، ولا عندهم بالطيبة والردية. يوم قال مطول ما قضيت دينا علي، عرف ان وراه سالفة. وقال الأمير: وش العلم يا بنت؟ وعلمته باللي صار وفعل مفضي يوم من الأمير غايب.